يحب يعمل من الحديد ده، يعمل سيوف ويلبسوها في نصهم ويلم الأولاد ويعملوا عساكر عشان يلعبوا، ويعمل طيارات بالورقة وحبيلة من الدبارة يطيروها على قصاد الريح في الهواء وتجي نازلة. دي فياته. لما كبر شوية ووعى خلى الحاجات دي بقى في الحربية ويعمل في النظام بتاع الحربية، لكن برضه أمله بتاع الشقة ده هو بيعمل فيه. هو ترقى سنة 14 وزوجينا سنة 16. تزوجت سنة 16 وبعدين طوالي سافرنا. كان هو في 11 قرطة السودانية، كان في جبال النوبة. أيوة. في تلودي يعني كده بالمعنى في جبال النوبة. ورحنا تلودي. قعدنا في تلودي في المدة اللي قعدتها في الوقت ذاك، وبعدين قلت قمت جيت في البلد هنا في بلدنا هنا في الخرطوم. ايوه. وضحت بالتل الكبيرة اللي هي نعمات ام الولد الحسن كنت شفته ده. ايوه. قعدنا منها تمينا سنة ثاني رجع. وعاشت مع علي أيام الطفولة والصبا، وقاسمته الحياة والنضال ضد المستعمر الغشيم. قاموا نقلونا وين؟ في 9 قرطة. جينا 9 وين؟ في مدن. في مدن. اي 9 في مدن. وهو ما حب يروح ثاني 9. قال لي انا طلعت حسب من السلاح ما ممكن ارجع. قال له طيب ترجع فين؟ قال لي عاوز اروح المصلحة الملكية. ايوه. قاموا جمعوه. جينا وين؟ في رمبيك. وبعدين جينا في رمبيك، من رمبيك تاني حولونا شمبي. ايوه. من شمبي طوالي نقلونا على وين؟ 9 قرطة. كانت وين 9 في الفاشا. قاموا كمان نقلونا وين؟ طوالي لدارفور. 9 قرطة في دارفور طوالي. وقلت له يا اخي ما تخلينا نرتاح شويه. قال لا نرتاح ونحن حاسه لسه عصبيان، خلينا الشابه كده قبال نعجزوا. رحنا وين؟ الفاشر. قعدنا في الفاشر تمينا سنه. قاموا ودوني كرينك، مقتصمه كرينك كانت تبقى تسمع بها بلد السلطان مدوكه. دي في دار مساليب. في دار مساليب. ايوه. ودونا هناك. قعدنا كمان تمينا سنه ونص. نقلونا من هناك. جينا وين طوالي؟ جينا في 9 بتاعتنا دي نفسها، و9 كانت نصها في مدني. قمنا جينا في مدني. جيتوا في مدني. جابوه موقوف من مدني طوالي في هنا في الفتحاب اللي حسه هو كان بيوتنا دي. أيوة. بانت دي كانت 9 هناك. جابوه قعد موقوف هنا تم زي 6 شهور. بعدين حكموه سنة سجن. سطرت العازة محمد عبد الله اسمها في سجل التاريخ كأول امرأة تقود مظاهرة عسكرية في تاريخ السودان. كان ذلك في العام 1924 ميلادية، عندما خرج طلاب الكلية الحربية مطالبين بالإفراج عن زملائهم أعضاء جمعية اللواء الأبيض، واصطفوا أمام منزل علي عبد اللطيف وأدوا التحية العسكرية للأسرة، فالتفت حولهم الجماهير وقادت العازة المظاهرة وخلفها الجموع تهتف: يوم ضفاير جود الرسن واهتفي فليحيا الوطن. 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 الظما فوق الرقاب كالرصاص وكان بالحراب واهتفي فليحيا الوطن. البدر عند الله الثواب هل يضحي ويأخذ العقاب واهتفي فليحيا الوطن. يا ضفاير جود الرسن واهتفي فليحيا الوطن. يا شباب الله الصباح ودع لكم شي الكفاح واهتفي فليحيا الوطن. أو إذن داكم بارتياح فوق ضريحك تبكي الملاح واهتفي فليحيا الوطن.
هنا في بيت يفوح منه عبق البطولات. ترقد الوثائق السرية لجمعية اللواء الأبيض، ورسائل للعازة محمد عبد الله أرسلتها لملك مصر تطالب فيها بالإفراج عن زوجها البطل علي عبد اللطيف. رزق البطل علي عبد اللطيف من العازة محمد عبد الله ببنتين، نعمات وستنة، التي كانت حلقة الوصل بينه وبين أعضاء جمعية اللواء الأبيض الذين استقلوا مريالة الطفلة ليكتبوا عليها رسائلهم لعلي إبان فترة اعتقاله بالسجن كوبر. أول تكريم للعازة محمد عبد الله كان من اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية، التي دعاها لحفل تأبين كبير أقامه للبطل علي عبد اللطيف، وأمر بنقل جثمانه ليدفن في مقابر الشهداء، ومنحها معاشا شهريا كانت تتقاضاه حتى وفاتها في عام 1987. كما كرمها المشير جعفر محمد نميري رئيس الجمهورية الأسبق واتحاد عام نقابات السودان في عام 1969، واتحاد طلاب جامعة الخرطوم، والاتحاد النسائي السوداني، واتحاد المرأة السودانية بولاية الخرطوم في عام 2010. ونحن نقف إجلالا وتقديرا للعازة محمد عبد الله زوجة البطل علي عبد اللطيف. لم نجد قولا أجمل وأروع من نظم الخليل: عز في الفؤاد سحرك حلال، ونار هواك شفا وتيهك دلال، ودمعي في هواك حلو كالزلال، تزيد كل يوم عظمة وأزداد جلال.